الملك محمد الخامس رحمه الله. هذه الصورة كما راكم تشوفون تاع جلالة الملك اليوم في ذكرى اليوم العاشر من رمضان، لأن محمد الخامس رحمه الله توفي في العاشر من رمضان. هذه صورة حديثة ليس مثل ما كتبوا البعض، ظنوا أنها صورة قديمة. لا، هذه صورة ملك المغرب محمد السادس رفقة أسرته الشريفة اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط، وهو يترحم على روح جده الطاهرة. طبعا هذه الصورة هي، أنا نقدر نعطوها قراءة سياسية، هي رد على الشائعات التي تفنن فيها النظام الجزائري وإعلامه وأبواقه في هذه الأيام الأخيرة، ونشر الشائعات والأكاذيب حول جلالة الملك. هذه الصورة تكذب كل ما تم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أكاذيب وشائعات، ونتمنى لجلالة الملك طول العمر وأن يتمتع بالصحة يا رب. هذه رسالة، ولا الصورة هذه هي تكذب كما قلت لكم الإشاعات التي يتم إطلاقها خصوصا من قبل النظام الجزائري والأبواق نتاعه، الحكايات التي لا أساس لها من الصحة. وأن الملك راكم شفتوه اليوم راه مشى ترحم على روح جده الطاهرة رفقة أسرته، ونتمنى له طول العمر والصحة إن شاء الله. هذا حبيت نشارك معكم هذه الصورة باش ما تصدقوش الأكاذيب والأقاويل والشائعات التي ينشرها النظام. طبعا حفيد الملك محمد الخامس يعني النظام الجزائري منزعج منه كثيرا، لأنه ما يرد عليهم، ما دخل معهم في سجال، ما كما يقولوا تفاعل مع الهبال نتاعهم. الرجل يخدم بلده، ملتزم الصمت، والنظام الجزائري بالإعلام نتاعه أبان على قصر نظره، بل وتنكر لكل ما قام به جد الملك محمد السادس الملك محمد الخامس طيب الله ثراه. هذا الرجل الذي طبعا ناصر الثورة الجزائرية، بل أنا نقدر نقول لكم أحب الجزائر أكثر من نفسه، أحب الجزائر أكثر من نفسه. وحبيت نشارك معكم اليوم دراسة أكاديمية من الجزائر. هذه الدراسة الأكاديمية من جامعة العربي بن مهيدي بولاية أم البواقي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الإنسانية. مذكرة بحث أو دراسة أكاديمية حول محمد الخامس رحمه الله والثورة الجزائرية. هذه المذكرة من أجل نيل شهادة الماستر في التاريخ، ومن إشراف طالبتين جزائريتين أو إعداد طالبتين جزائريتين في السنة الجامعية ل 2019 2020. باش غادي تشوفوا، يعني أنا راني جايب لكم من الجامعة الجزائرية، هذه الدراسة التي سنتحدث. هو الدراسة فيها تقريبا 143 صفحة، واللي تتحدث على التاريخ العلاقات الجزائرية المغربية منذ الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 1830. لكن احنا اللي يهمنا، وبمناسبة الذكرى 66 لوفاة جلالة المغفور له محمد الخامس رحمه الله، حبيت نستحضر معكم الدعم نتاع الثورة الجزائرية. نشارك معكم بعد هذه الصفحة الأولى باش تتأكدوا بأنها دراسة جامعية جزائرية مثل ما تلاحظون هنا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة العربي بن مهيدي، كما راكم تشوفوا. هذه مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في التاريخ اللي جات بعنوان محمد الخامس والثورة الجزائرية. الثورة الجزائرية غادي نشارك معكم مما جاء فيها بشكل طبعا مختصر باش تعرفوا الحقيقة، باش تفهموا بأن يعني النظام هذا وما يقوم به لأمر لا وصمة عار في تاريخ الجزائر. كاين الصفحة 58 نشارك معكم
بعد العنوان تشوفوه هنايا الصفحة 150. مظاهر دعم محمد الخامس للثورة الجزائرية. مظاهر دعم محمد الخامس للثورة الجزائرية. في المبحث الأول بالنسبة لهذه الدراسة الأكاديمية تكلموا الطلبة عن الدعم السياسي. الدعم السياسي، وأكدوا الطالبتين أكدتا من خلال هذه الدراسة الأكاديمية أن الملك محمد الخامس انحاز إلى جانب الثورة الجزائرية، وكان يدرك أن استقلال المغرب سيظل ناقصا ومعرضا للتهديد من قبل فرنسا طالما بقيت فرنسا، أو طالما عفوا بقيت الجزائر مستعمرة فرنسية. هو كانت عنده هذه القناعة، كان مقتنع بأنه استقلال الجزائر ضروري بالنسبة للمغرب، لأن بالنسبة للمغرب بدون استقلال الجزائر سيظل استقلال المغرب ناقص. وقال يعني كان واحد الساسة الفرنسيين، نقلا عن الدراسة الأكاديمية الجزائرية يعني نستحضر منها هذا الدعم نتاع جلالة المغفور له، غيمولي معروف، قال en 1956 يعني في شهر يونيو في 56 لن يكون هناك حل مثل الحل المغربي أو التونسي للقضية الجزائرية. إخماد الثورة الجزائرية كان يعني بالنسبة لفرنسا مهمة، يعني قضية حياة أو موت، وداروا الامبوسيبل يعني باش تبقى الجزائر فرنسية. لكن محمد الخامس هو أحد أعظم الرجال الذين قدموا للثورة الجزائرية ما لم يقدمه شخص آخر للثورة الجزائرية. الشيء اللي قدمه الملك محمد الخامس شيء يعني احنا كجزائريين سيبقى دين في رقبتنا إلى يوم الدين. يعني أنا مني روح أعتبر ما قام به محمد الخامس رحمه الله والدولة المغربية والشعب المغربي من الثورة الجزائرية شيء لا يمكن نكرانه أو نسيانه. وعندما قررت أنني أستحضر من خلال هذه الدراسة الأكاديمية الجزائرية باش نبين لخوتي المغاربة بالدرجة، يعني من جهة لخوتي المغاربة باللي هناك نخب جزائرية قرأت وقدمت دراسات، لأن باش يعني فقط الدراسة الوحيدة حول جهاد الملك محمد الخامس من أجل استقلال الجزائر. هناك دراسات كثيرة يعني تبين بالدليل ما قام به ملك المغرب والمغرب بصفة عامة للثورة الجزائرية. هناك نقطة في الصفحة الموالية، ويعني يزيد يأكد على التنسيق اللي كان أو الود اللي كان بين جلالة المغفور له محمد الخامس رحمه الله وقائد وبطل حرب الريف اللي هو السي عبد الكريم الخطابي، اللي كان داير مكتب المغرب العربي في القاهرة منذ سنة 1947، بل هو اللي قدم الخطط الحربية للثوار الجزائريين كيفاش يقوموا بحرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. قال يعني عبد الكريم الخطابي كان التقى بجلالة الملك في القاهرة في 22 مارس 1956، وتكلموا حول المستجدات وعلى ما يجب أن يقوم به الجيش المغربي من التزامات تجاه الجزائر. فرد عليه جلالة الملك آنذاك بأن قال له بصريح العبارة وما يلي: أنا أعاهدك. يعني هنا الملك محمد الخامس يخاطب عبد الكريم القائد عبد الكريم الخطابي الله يرحمهم الجميع: أنا أعاهدك على أن أبقي عهد هذا الميثاق. يعني هذا الميثاق يعني دعم المغرب للثورة الجزائرية. وعلى هذا الأساس أعطت الحكومة المغربية آنذاك الإشارة إلى تسخير كل الإمكانيات للثورة الجزائرية. والدراسة هذه أشارت إلى أيضا لقاء الملك محمد الخامس وأحمد بن بلة رحمهم الله يعني في مدريد، على ما نورمالمون في مدريد التلاقوا. و يعني طرح يعني هنا في الدراسة الجامعية محمد الخامس طرح سؤال على أحمد بن بلة. قال له سأله يعني بعد استقلال المغرب، يعني قال له: هل كنت لأرفض الاستقلال أو أقبل الاستقلال يبقى المغرب يعني نقبل الاستقلال باش يعني يبقى المغرب مجال استراتيجي وعمق استراتيجي للجزائر وللثورة التحريرية. بن بلة قال في ذلك اللقاء أن محمد الخامس
رحمهم الله بجوج. كان الملك رجلا عظيما وصادقا. من خلال هذه الدراسة أنه جرت الاتصالات الأولى بين الملك محمد الخامس وأحمد بن بلة حول مسألة الدعم المغربي للثورة الجزائرية، وكان هناك اتفاق ما بين قادة جيش التحرير الجزائري والمغربي لينص على تحويل المغرب الذي حصل على الاستقلال إلى قاعدة لتحرير الجزائر. وهنا اللقاء ماهوش كان في مدريد، كان في إشبيليا حسب الدراسة الأكاديمية، وأن بن بلة كان صرح بأنه تلقى دعم من قبل محمد الخامس رحمه الله لدعم المغرب للثورة الجزائرية. وقال بن بلة بأنه جلالة المغفور له أعطانا تأكيدا بأن تكون الحدود المغربية في كل لحظة بالنسبة لنا حدودا صديقة وممكنة للعبور دخولا وخروجا للأسلحة والرجال. هذا الكلام الذي نقله بن بلة عن جلالة المغفور له محمد الخامس. من أهم المحطات اللي تبين دعم المغفور له محمد الخامس للثورة التحريرية هو خطاب وجدة التاريخي. كان زار الملك محمد الخامس رحمه الله في سبتمبر 1956 بالضبط في يوم 15 مدينة وجدة بشرق المغرب، وألقى خطابا شدد فيه على إدانته أو أدان السياسة الاستعمارية الفرنسية تجاه شعوب المغرب الكبير ولا تجاه شعوب شمال أفريقيا، وركز على معاناة طبعا الشعب الجزائري، وطالب بإيجاد حل سلمي وعادل للقضية الجزائرية. وهنا أنا كنت قبل سنوات حطيت واحد المقطع لكلمته التاريخية التي في هذه الدراسة الأكاديمية عاودوا استحضروها كلمة بكلمة مما جاء فيها: وما أشد الآلام التي تغمر الإنسانية اليوم مما يجري في الجزائر الشقيقة، وإن عقلاء الفرنسيين والعقلاء في كل مكان والضمير العالمي ليصرخون من بين يديهم على المشكل الجزائري ليسجلوا بإيقاف إراقة الدماء والشروع في إيجاد حل لذلك المشكل ويمكن من بناء علاقة قوية. هذا الخطاب طبعا اللي كان قبل شهر من حادثة اختطاف الطائرة التي كانت تقل قادة الثورة الجزائرية، واللي جات تقريبا بعد أقل من شهر من مؤتمر الصمام. آنذاك السلطات الفرنسية أدركت بأن خلاص الأمور أفلتت من أيديها، وجبهة التحرير الوطني راه عندها واحد السند قوي اللي هو المغرب. أعدت الطائرة فرنسا طبعا العملية نتاع قرصنة الطائرة التي تقل الزعماء نتاع الثورة التحريرية اللي كانوا يمثلوا الوفد الجزائري اللي كانوا مسافرين إلى تونس للقاء مع زعيمي كل من تونس والمغرب آنذاك. طبعا الكل يعلم أن ما حدث بعد اختطاف تلك الطائرة كيفاش المغرب غضب وهبت الجماهير اللي خصوصا بمكناس، وتم الانتقام من 53 فرنسي آنذاك، وتحت الضغط نتاع المغرب تراجعت فرنسا عن إعدام زعماء الثورة التحريرية آنذاك طبعا. و التقى مرة أخرى ملك المغرب في سنة 1957 في مدريد، التقى مع محمد أمين دباغين وأحمد توفيق المدني ومؤسس المخابرات الجزائرية عبد الحفيظ بوصوف وعبد الحميد مهري اللي هو كان بعد عبد الحميد مهري رحمه الله اللي كان بعد أمين العام جبهة التحرير الوطني، و بعد الاستقلال طبعا. ومن الجانب المغربي أحمد بن الفريج وحتى عبد الكريم الخطابي. وتطرقوا هنا حسب الدراسة اللي كانت الدراسة الأكاديمية الجزائرية، وتطرقوا للعلاقات اللي تربط المسؤولين الجزائريين بالسلطات المغربية. ومجدد مرة أخرى الملك محمد الخامس استعداد الكامل تاع المغرب باش يتم تنفيذ طلبات الجزائريين، أهمها إعطاء الحرية الكاملة. شوفوا أشكال الدعم تاع الملك محمد الخامس للجزائر آنذاك: إعطاء الحرية الكاملة لمرور الأسلحة والتمركز في مناطق الحدود المغربية. وآنذاك وحسب الشهادات اللي كانوا في وجدة الكثير اللي يتكلموا حتى الجزائريين المنضوين تحت لواء جبهة التحرير الوطني كان عندهم حرية استعمال الأسلحة الفردية ويرفدوا الأسلحة الفردية معهم ويدوروا ويصولوا ويجولوا في المغرب بكل حرية.
طبعا المغرب من خلال محمد الخامس اشتغل بشكل كبير على مستوى الامم المتحده من اجل تدويل القضيه الجزائريه، خصوصا في سنه 1957. وما توقفش الدعم، يعني كان الدعم في الميدان للثوره التحريريه، ولكن كان يعني حتى العمل على المستوى كما قلت لكم الدبلوماسي على مستوى الامم المتحده. والاكثر من ذلك يعني الملك محمد الخامس حب حتى انه يكون وسيط من اجل حل المشكل. شوف وين ما بين فرنسا وجبهه التحرير الوطني، يعني يحاول انه يضغط باش يتم حل المشكل. لكن انذاك الحكومه الفرنسيه رفضت ذلك. و يعني مشى محمد الخامس الى الامم المتحده والقى خطاب تاريخي اللي تكلم فيه على ضروره حل المساله الجزائريه بشكل سلمي، وتحادث مع وزير الخارجيه الامريكي يعني من اجل حل المشكل في الجزائر عن طريق المفاوضات، وبقى تجاوب من قبل الجانب الامريكي. وهذا اللي سمح الى تدويل القضيه الجزائريه. لكن النظام الجزائري والاعلام نتاعو ما يتكلموش على هذه الخطوات الجباره والجهود الدبلوماسيه اللي قام بها ملك المغرب محمد الخامس رحمه الله انذاك من اجل تدويل القضيه الجزائريه. طبعا دعم دبلوماسي كان كبير من قبل ملك المغرب، وهذه الدراسه الاكاديميه تؤكد على ان المغرب لعب دور كبير من اجل تدويل القضيه الدبلوماسيه. يعني كان شغل كبير او كان تنسيق كبير مغاربي، يعني مش من 57 منذ مؤتمر باندونغ في اندونيسيا في ابريل 1955. الدعم الدبلوماسي كان عنده اثر كبير. وهنا ان مما جاء يعني في 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 هذه الدراسه الاكاديميه ان ملك المغرب استقبل ممثل المملكه اللي كان ضمن الاعمال الجمعيه العامه للامم المتحده بتاريخ 6 نوفمبر 1956، يعني جوست ابري انضمام المغرب الى الامم المتحده، حيث اوصى بان يعني محمد الخامس اوصى الوفد المغربي بالامم المتحده باش يصوتوا ضد فرنسا عند عرض القضيه الجزائريه للتصويت بتاريخ 12 نوفمبر 1956، لان في هذا التاريخ كان سلم وفد جبهه التحرير الوطني مذكره لرئيس هيئه الامم المتحده طلب فيها تسجيل القضيه الجزائريه في جدول اعمال الندوه. وكان يعني وفي هذا السياق الجمعيه العامه قررت في تسجيلها يعني في جمعيه يعني اجتماعها المنعقد في 15 نوفمبر 1956 قررت تسجيل القضيه الجزائريه دون مناقشه ولا معارضه باستثناء طبعا بعض الدول. وهنا لعب المغرب دور كبير، وكان ممثل المغرب احمد بن لفريج يعني لعب دور كبير داخل اروقه الامم المتحده من اجل الضغط على المجتمع الدولي قصد وضع حد للمجازر التي المرتكبه في حق الشعب الجزائري والكف فورا عن اراقه الدماء. الدراسه الاكاديميه تؤكد بان حكومه المغرب الى جانب الحكومه التونسيه ساهموا في بلوره موقف المجموعه الافرو اسيويه لصالح الثوره الجزائريه، والوفد الخارجي المغربي يعني لعب دور كبير في تسجيل القضيه الجزائريه في هيئه الامم المتحده ومناقشتها في الفتره ما بين 4 الى 13 فبراير 1957. الى جانب الجهود التي قام بها يعني الدعم الدبلوماسي على مستوى الامم المتحده، كان هناك دعم دبلوماسي مغربي كبير على المستوى الافريقي. وهنا كانت عقدت يعني قبل ما تاسس منظمه الوحده الافريقيه، كان لعب الدبلوماسيه الخارجيه المغربيه لعبت دور كبير من خلال المشاركه في مؤتمرات باش تدفع الحكومات الافريقيه وشعوبها باش تتضامن مع الشعب الجزائري ومع الثوره التحريريه. ومن بين اهم هذه المؤتمرات مؤتمر منروفيا واللي من خلالها
قامت الدبلوماسية المغربية بالضغط من أجل الخروج بنتائج إيجابية لصالح القضية الجزائرية، من بينها الاعتراف بالحكومة المؤقتة الجزائرية، الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، والضغط من أجل الدخول في مفاوضات مع الحكومة المؤقتة الجزائرية. كان هذا الأمر في سنة 1958 يعني، والتعريف بالقضية الجزائرية. طبعا هناك أيضا مؤتمر التضامن الشعوب الأورو آسيوية المنعقد في القاهرة، واللي كان يعني لعب دور كبير في يعني هذا المؤتمر في التعريف بالقضيه الجزائريه. لكن الدور الكبير اللي قامت به هي الدبلوماسيه المغربيه، اللي اليوم الدبلوماسيه نتاع النظام الجزائري التي النظام الذي لا يستحي يوقف ضد المغرب وضد مصالح المغرب وضد وحده وسياده المغرب. كان هناك ايضا دعم اعلامي، الدعم الاعلامي في حكم اثناء عهد الملك الراحل محمد الخامس يعني كان كبير. يعني كان هناك مكتب الاعلام والدعايه لجبهه التحرير الوطني بالمغرب، واللي هذا المكتب اللي تاسس في ابريل وكان ينشط في كل من الرباط وطنجه وتطوان، ويعني لعب دور كبير في الدعايه للثوره الجزائريه. وطبعا الكل يعلم ان اول تاسيس اذاعه للثوره الجزائريه والاذاعه الوطنيه كان بالمغرب خلال حكم الراحل الملك محمد الخامس. كان هناك الدعم الاعلامي، وكان هناك شبكه اتصالات لاسلكيه. يعني كانت هناك اول مدرسه للاتصالات اللاسلكيه والسلكيه بالناظور في شهر غشت اوت 1956. وفي المغرب يعني دائما في المغرب في وجده اقيمت محطه للاتصال اللاسلكي بوجده وبتطوان. كان هناك دعم اجتماعي وثقافي. يعني المغرب جميع الانشطه اللي كانت في ربوع مدن المملكه المغربيه سواء الثقافيه كانت دائما مخصصه لدعم الثوره التحريريه. وكان هناك دعم اجتماعي لجميع فئات اللاجئين الجزائريين، اللاجئين اللي كان عددهم يعني اللي لجؤوا للاراضي المغربيه. حسب هذه الدراسه الاكاديميه تتكلم على ما يناهز 49426 جزائري لجأوا إلى مدن شرق المغرب أثناء حرب التحرير الجزائرية، وكانت عندهم يعني بطاقة لاجئ تسمى بطاقة اللاجئ، وكانوا يتحصلوا على مساعدات اجتماعية من قبل الدولة المغربية، واللي كانت تسهر عليها بشكل أساسي هو الهلال الأحمر المغربي. والدعم العسكري، يعني كي نتكلموا في هذه الدراسة الأكاديمية تم التطرق إلى الدعم العسكري. الدعم العسكري كانت هناك مصانع للأسلحة. هذه الدراسة الأكاديمية تكلمت على مصانع الأسلحة والمدارس العسكرية بتكوين الجنود الجزائريين. المراكز اللي كانت يعني كانت هناك عدة مراكز، منها كان هناك مركز بجبال بني زناسن بتفوغات قرب بركان، وكان هناك مركز بوجده وبالناظور وبوعنان بودنيب. بوعنان بودنيب اللي مؤخرا تم القبض على او كشف مخازن السلاح تم تهريبها من داخل الجزائر الى التراب المغربي. يعني كان يعني النظام الجزائري اليوم من المفروض بالنظر الى الدعم الهائل اللي تلقته الثوره الجزائريه خاصه يتفكر على الاقل الخير اللي ندار في الجزائر وفي الثوره الجزائريه من قبل المغاربه. عوده الى المراكز، كانت هناك مراكز اخرى فقط مثلا في الناظور كان مركز الكبداني، مركز غنغن واحفير قرب مدينه وجده. يعني كانت هناك مراكز كثيره للتدريب، وكانت هناك مصانع اسلحه. كانت هناك مصانع اسلحه عدت بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، يعني 7 مصانع اسلحه. يعني 7 مصانع اسلحه ورشات لصناعه الاسلحه هنا حسب الدراسه الاكاديميه. اولا كان هناك مصنع بمدينه تطوان اللي انشئ سنه 1958، وكانت تصنع فيه القنابل من النوع الانجليزي والفرنسي. مركز بوزنيقه يعني بين الرباط والدار البيضاء، وتم انشاؤه في سنه 1959، وكان متخصص في صناعه القنابل الامريكيه وتركيب السلاح الابيض. كان هناك مركز تماره يعني بمحاذاه الرباط، هذا مصنع في تماره كان يصنع الرشاشات الخفيفه من نوع مات 49،
والسلاح الابيض، وكان مركز الصخيرات، مصنع الصخيرات. يعني فقط في النواحي نتاع الرباط كان هناك 3 مصانع: مصنع بوزنيقه، تماره، الصخيرات. الصخيرات كان متخصص في صناعه مدافع الهاون عيار 45 ملم والمتفجرات. ثم مصنع المحمديه، يعني بالقرب من الدار البيضاء، وتم انشاؤه في سنه 1960، وكان متخصص في صناعه مدافع الهاون عيار 60 80 ملم، وكان مركز سوق الاربعه، يعني سوق الاربعه في اتجاه نحو شمال المغرب، وكانت فيه صنع المدافع والرشاشات. وكان هناك مصنع بالدار البيضاء متخصص في صناعه البازوكا والرشاشات من نوع مات 49 والمتفجرات والالغام والسلاح الابيض. يعني كانوا 7 مصانع تاع سلاح بالمغرب يمدون الثوره التحريريه بما تحتاجه من اسلحه. يعني دعم هائل. ما كانش دوله قدمت الدعم بشكل كبير مثل ما قام به المغرب تجاه الثوره التحريريه. يعني الدراسه هذه فيها اكثر تقريبا 148 صفحه تتكلم على كل ما قام به الملك محمد الخامس، وسأنشر هذه الدراسة اللي بغى يقرأ بالتفاصيل، يعني بالتفاصيل عن ما قام به المغرب وعن ما قام به هذا الرجل العظيم لصالح الثورة التحريرية ومن أجل أن تنال بلادنا استقلالها. ولكن للأسف يعني اليوم الإعلام الجزائري ما يقدرش يقول الله يرحمه، يعني ما يقدروش يستحضروه ويترحموا عليه. يعني اليوم هذا الرجل العظيم الذي لولاه يعني ما كانتش الامور تكون، يعني لانه انا قلت لكم احب الجزائر اكثر من نفسه. يعني رغم ما قد يعني طلبت منه فرنسا باش يتوقف عن دعم الثوره الجزائريه مقابل ارجاع الاراضي التي ضمتها الى الجزائر الفرنسيه، لكنه رفض. يعني كان شخص دار ثقه كبيره في الثوره الجزائريه وفي الجزائريين، لكن للاسف غدروه، يعني بكل صراحه غدروه، ويعني تنكروا لكل ما قام به هذا الرجل لصالح استقلال الجزائر. وانا نقولها لكم بكل صراحه، هذا الشيء يبقى دين في رقبه كل الجزائريين. يعني احنا هذا الدعم الكبير اللي قدمه محمد الخامس رحمه الله للثوره الجزائريه هو دين في رقبتنا جميعا. بل نشوف هذا الفشل نتاع الدوله الجزائريه منذ الاستقلال الى يومنا هذا، والشيء اللي رانا فيه هو نتاج تنكر لما قام به الملك البطل والمغاربه، لان الغدر والتنكر للاشقاء والجيران هو اللي خلانا اليوم يعني كل الامكانيات التي تحوز عليها الجزائر مازال المواطن الجزائري يعاني، ما كان اقتصاد حقيقي، ما كان دولة حق وقانون. وهذا يؤكد على اننا رانا في الطريق الخطأ. والطريق الصحيح هو اننا خصنا نتصالحوا مع انفسنا ونتصالحوا مع جيراننا ونصحوا الاخطاء نتاع هذا النظام المجرم الذي ارتكبه في حق الجزائر وفي حق المغرب وفي حق محمد الخامس رحمه الله وكل من وقف مع ثورتنا من اجل ان ننال استقلالنا. رحم الله الملك محمد الخامس واسكنه فسيح جناته، ورحم الله كل من ضحى من اجل استقلال الجزائر، لان الجزائر الثوره الجزائريه ما انتصرتش غير هكا. يعني كانت دماء الشهداء والتضحيات مش فقط الجزائريين، كانوا معنا اخوتنا المغاربه واخوتنا التوانسه ومن كثير من الدول سواء القريبه او البعيده، لكن الذين تضرروا بشكل كبير ودفعوا الغالي والنفيس من اجل استقلال الجزائر الى جانب الجزائريين هم المغاربه والتوانسه، وبدرجه كبيره المغاربه، لان المغرب فقد الكثير ودفع الثمن نظير دعمه للثوره الجزائريه.